دلوقتي النغمة اتغيرت من بين طول ما الأهلي جامد المنتخب جامد إلى الأهلي هو الوحيد اللي مشرفنا. أهلا بيكم في الإعلام المدلس يا جماعة. كان زمان أيام 2006 2010 و2008 فترة الذهبية لمنتخب مصر، كان دايما الأهلاوية يقول لك الأهلي جامد عشان المنتخب جامد عشان الأهلي جامد، وكان ساعتها فعلا الأهلي جامد. لكن مثلا ما قالوش الكلام ده لما خسرنا 6-1 من غانا وكان في 9 في الملعب من الأهلي، وما بيقولوش الكلام ده النهارده مع ان الاهلي لسه جامد. طب ليه؟ لان الموضوع ملوش علاقه بالاهلي والزمالك. هو جيل ذهبي بيجي هنا والاهلي بيعمل يشتري صفقات دايما الاعلى قوه شرائيه في مصر. دلوقتي بقى ينطحوا بيراميدز، فالاهلي مش اعلى قوه شرائيه في مصر، الاهلي اعلى قوه شرائيه في افريقيا. بيجيب لعيبه بيديها ملايين الدولارات حرفيا، مفيش فرقه في افريقيا تقدر على الصرف ده غير بيراميدز. فبالتالي عشان هي الوحيد يعني بيراميدز لما صرفت زي الاهلي خدت افريقيا وخدت السوبر الافريقي وراحت بطوله نص العالم وربع العالم وثلث العالم والحاجات دي كلها وكسبوا عادي جدا. فرقه لسه ما كملتش 10 سنين وملهاش جماهير. فالموضوع ملوش علاقه بعظمه الاهلي، لكن الموضوع له علاقه بالصرف. انت بتصرف بتلاقي بتعمل نتائج، ما بتصرفش خلاص. المنتخبات ده قصة تانية ليها علاقة باهتمام بقطاع الناشئين واتحادات وموال تاني احنا اصلا مش عارفينه وبعيد عنه كل البعد يعني. لكن الكورة في الأندية والمنافسات هتصرف زي السيتي زي باريس سان جيرمان زي الكلام ده كله. فالأهلي ببساطة حتى قبل كاس عالم الانديه مثلا اللي هم لما رجع اخر المجموعه قال لك ده مشرفنا. انا ما اعرفش ايه الشرف في انه يطلع اخر المجموعه. هتقول لي ده محفل عالمي وده مش عارف ايه وده تقعد تدبدب للصبح. بس انا بقول لك ان الاهلي لما عمل الصفقات اللي قبل كاس عالم الانديه الميركاتو، فرقه اللي هي بتلعب النهارده بتاعت الاهلي دي، كان هدفه ان هو على الاقل يصعد من المجموعه. مش هقول لك هينافس، اكيد مش هينافس، لكن هيصعد من المجموعه، وده كان كل الناس عندها الامل ده. واللي يقول غير كده يبقى كذاب. والا لو انت اصلا رايح عادي تلعب 3 ماتشات وتمشي، ما كنتش عملت بقى، ما صرفتش كل ده، كنت رحت في فرقتك العاديه القديمه اللي هي كانت برضو بتاخد افريقيا وبتاخد الدوري بتاخد كل حاجه عادي. وكنت عادي هتتعاد لك ماتشين يعني ما كنتش هتعمل اسوأ من كده عادي. كنت هتعمل. لكن الصفقات اللي انت جبتها قبل كاس عالم الانديه دي كلها كانت عشان تعمل حاجه. فلما ما عملتش حاجه قال لك برضو شرفتونا. فانا مش فاهم ايه الشرف في كده. فمن الاخر الكلام بيتغير بين الاهلي والمنتخب، لان المنتخب ما بقاش حد يشجعه ودمه مباح، اللي عايز يشتم فيه يشتم. لكن الاهلي ما يقدرش يخاف. عشان كده ابراهيم فايق لما المنتخب يخسر بيطلع يقعد يجعجع ويزعق قدام الكاميرا. لكن لما الاهلي بيخسر بيبدا بقى يعني الحكمه تنزل عليه، ويبدا بقى يستضيف الناس التكتيكيين وايه اللي حصل وايه اللي جرى، ويبدا يتكلم بقى كوره عادي. ما بيقدرش يزعق لانه عارف انه ما يقدرش يزعق لما الاهلي يخسر.